بعد ما سافرت لقيت العيش عندنا غالي شويتين، وكمان مش هو خالص الطعم اللي انا عايزاه، ومضر جدا. العيش الابيض ده بالنسبه لي كاني بدي سم لنفسي ولولادي ولبيتي. فقررت ان انا هجرب العيش ده. عايزه اقول لكم بالرغم من مكوناته البسيطه جدا الا ان طعمه احلى عيش انا دقته في حياتي. شايفين طري ازاي وهش ومتفرغ تحفه. وندمت على كل يوم انا ما جربتش فيه العيش ده. عايزاكم تطولوا بالكم معايا ال5 دقايق دول لانكم هتدوقوا احلى عيش. مكوناته بسيطة جدا. هاخد كيلو من دقيق أبيض، أي نوع دقيق، وهحط عليهم كوبايتين من دقيق القمح الكامل علشان بس ما يبقاش كله دقيق أبيض. بعد كده هبتدي أخلط النوعين الدقيق مع بعض وأدمجهم كويس قوي. وبعدين هبتدي أخد معلقة من هنا وأحطها في طبق تاني صغير، وهقول لكم ليه. هحط في الكبيرة دي معلقتين صغيرين من الملح وهدمجهم كويس قوي. والتانية الصغيرة هحط فيها معلقة من السكر وكيسين من الخميرة. تمام، لاني لو حطيت الملح مع الخميره الملح بيعطل عمليه التخمير بتاعه العيش. ابتدي دول احط عليهم كوبايه من الميه الدافيه واقلب. لو عايزين تعملوا بلبن اعملوا، لكن انا حبيت اعملها كده بسيطه وسامبل لاني بعملها تقريبا مرتين في الاسبوع، فبعملها على طول بميه. ابتدي ادوبهم كده كويس واسيبهم شويه لمده 10 دقايق. هيختمر عندي ويبقى زي الفل بالطريقه دي. الطريقة دي حلوة لحاجتين: أولا بتختبروا الخميرة بتاعتكم، الحاجة التانية إنها بتخلي العجينة عموما كلها بتطلع تخمر بسرعة وتطلع أحسن. بحط كوباية تانية من المية الدافية على الخليط بتاعي وأقلب. أنا عايزة أحسب لكم المية بالظبط كانت قد إيه. وهنا دي الكوباية التالتة. وبعجن كده بقى بإيدي خلاص علشان ابتدي أشوف العجينة محتاجة عندي قد إيه مية كمان. ولقيتها محتاجة كمان ربع كوباية مية. يبقى التوتال عندي كيلو من الدقيق الأبيض، كوبايتين من الدقيق القمح الكامل، وعليهم 3 كوبايات وربع من المية الدافية. في الآخر خالص بعد ما عجنتها كويس حطيت عليها حوالي 3 معالق من الزيت، يعني اديتها كده عجن بإيدي لمدة 5 دقايق. وبعد كده حطيت ال3 معالق من الزيت وبعمل الحركة دي، بنزلها على الرخامة بتاعتي أو الترابيزة أو أي حاجة تكون نظيفة منضفاها كويس متأكدة. يعني أنا بعد ما بنضفها كويس بجيب منديل أمسح كويس قوي علشان أتأكد إنها نظيفة تماما لأن ده عجين. بعد كده الحركة دي بقى بتسهل عليا العجين جدا. لو في عجان اعجنه بالعجان، مفيش عجان اعمله زي ما انا عاملة كده. بتبقى سهلة جدا ومش مهلكة ابدا. عايزة اقول لكم ان انا بعمل الموضوع ده ممكن مرتين وثلاثة في الاسبوع، لان بجد العيش طعمه وهم. احنا يعني باكله عشان انا حابة اكله. بجد حلو جدا. ابتدي اعجنها كويس قوي لمدة 10 دقايق. وبعد كده بكورها واحطها عندي واغطيها واحطها في مكان دافي. عادة انا بشغل الفرن لمدة 10 دقايق واقفلها علشان تبقى دافية، واحط فيها العجينة. بتاخد تقريبا ساعة الا ربع لغاية لما تختمر كويس. هنا اختمرت كويس. ابتديت افش الخمور بتاعها. وبعد كده على اي سطح عندي حطيت شوية دقيق علشان العجينة كانت طرية شوية. وبعد كده هبتدي اخد قطعة قطعة وادورها علشان هو ده حجم الرغيف اللي انا هستعمله. بخليه قد ايه دي على حسب كل واحد، لكن انا بفضل الحجم ده اللي هو حجم البرتقانة الصغيرة، يعني قد اليوستفندية الكبيرة أو البرتقانة العادية الصغيرة. دورها كده بإيدي على الترابيزة عشان تتكور كويس وعشان يطلع معايا في الآخر الرغيف مدور ودورانه حلو بالشكل ده. ابتدي اخد واحدة تانية، حاولت الفها معاكم كده، بلفها كده اقفل عليها بالشكل ده. عايزة اقول لكم والله بجد مش بتاخد مجهود ابدا 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 ولا وقت. ابتدي اقفلها كده واعملها بايديا كده. ده زائد ان ريحه البيت بقى بتبقى جميله من العيش، بتبقى بجد بجد جميله. لازم تجربوها. لو جربتوها وعرفتوا انها مش صعبه هتجربوها على طول. اهم حاجه كل الكور اللي بكورها لازم اغطيها تحت بلاستيك ايا كان نوعه ايه، لسببين: علشان وشها ما ينشفش، والحاجه التانية علشان الميه اللي جواها ما تتبخرش، وبعد ما يستوي العيش يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته. ابتدي باول واحده انا كورتها اخدها وافردها. اللي بكورهم احطهم بالترتيب عشان اعرف انا ابتديت بمين، وهي لما اجي افرد ابتدي باول واحده واكمل هكذا. ابتدي افردها كده بالشكل ده لغايه لما ادورها تبقى حجم الرغيف المطلوب. وهوريكم دلوقتي السمك بتاعه يبقى السمك قد كده، ما يبقاش رفيع قوي. بعد ما بعملهم برضو بعد ما بفردهم بحب اغطيهم بملاية او بفوطة خفيفة او فوطة مطبخ اي حاجة علشان برضو ما ينشفوش ويتشققوا عندي.
بعد ما فردتهم كلهم بسيبهم يرتاحوا 10 دقايق وببتدي باول واحد اللي هو كان ده اول واحد انا فردته. بنفس الطريقه ابتدي اسوي من اول حاجه انا عملتها بالترتيب. هنا عندي الفرن كان سخن فوق وتحت، فرن وشوايه. بحب اخليه على حراره وسط، وبحط فيه العيش بتاعي. بحب احط يبقى في مسافات ما بينهم علشان ينفخ معايا كويس. عايزين تستخدموا الطاسه استخدموا، انما انا حبيت ريحه الفرن اكتر بكتير من اللي بيتعمل في الطاسه، لكن ينفع تماما يتعمل في الطاسه. احلى لحظه في حياتي هو العيش بينفخ، لا بقلب ولا باجي جنبه خالص، بسيبه لغايه لما ينتفخ والشوايه يعني بتشوي كده من فوق وتخلي الوش بتاعه محمر من فوق، بيبقى رهيب. لو مفيش اوبشن فرن وشوايه مع بعض شغلوا الفرن الاول، وبعد ما تخلصوا شغلوا الشوايه او اقلبوه. بيطلع عندي العيش مش عايزه اقول لكم تحفه، وبيستوي بسرعه جدا في الفرن، بسرعه جدا جدا. اهم حاجه اول ما يطلع بكون حطاه في نفس الفوطه او الملايه او اي حاجه نظيفه واغطيه. شايفين العيش كله منفوخ، مفيش واحد هيبقى مش منفوخ. طالما لو انتوا حطيتوه في الفرن تسيبوا مسافات. لو هتعملوه في طاسه طبعا بيبقى رغيف رغيف، وممكن تشغلوا كذا طاسه مع بعض على العين علشان تنجزوا، مثلا تسووا 2 3 مع بعض في نفس الوقت. اهم حاجه ان انا اغطيه وهو سخن لغايه لما يبرد تماما. بعد ما يبرد تماما تبتدوا تحطوه في الاكياس الورق وتشيلوه في الفريزر، او في اكياس بلاستيك وتشيلوها في الفريزر. المهم يكون برد تماما. بجد انا نفسي فعلا تجربوه، والموضوع مش مهلك ولا هو صعب، بالعكس جميل جدا والطعم تحفه. لو عجبكم الفيديو ده وحبيتوا تشوفوا فيديوهات اكتر اتمنى تشتركوا معايا سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او التيك توك. هتلاقوا عندي سايبه لكم اللينكات كلها تحت الفيديو. اتمنى اشوفكم دايما معايا، اتمنى التعليق الحلو، وشكرا وباي باي.